السلام عليكم ورحمة الله. اليوم طريقة عمل البالون الكرات من خيوط الصوف باستخدام البالون وخيوط الصوف. ممكن تسووها بالحجم اللي تريدوه حسب حجم النفاخة أو البالون اللي تستخدموه. أنا هاي الصغار سويتها كنشرات أحط بيها نشرات ضوئية. كل اللي تحتاجوه هو خيط الصوف من أي حجم، غليظ خفيف أي شي، نفاخة بالحجم اللي تريدوه. راح أحتاج غراء. أنا اللي استخدمته يكون سطل كبير مثل المعجون ثخين، أخففه بمي بكمية لحد ما يكون سائل شوية بيثخن. وأحتاج النايلون لأن النايلون راح يفيدني، لأنه الشغلة راح تصير شوية خبصة والغرا ينثر بكل مكان، فضروري النايلون. كفوف النايلون ما أنصحكم بيها، أنا استخدمتها بالبداية حتى لا تأذي إيدي، بس بعدين نزعتها. اللي راح أسوي أول شي راح أطمس أو أغمس خيط الصوف بالغرا اللي يكون شوية مو سائل بس ثخين، وألف الخيط المغمس بالغرا على النفاخة. أول شي أطمس الخيط، بعدين من أطلعه أسحب أخليه بين أصابعي أسحب، أتخلص من الغرا الزايد الموجود على الخيط، ألفه بأي طريقة كانت، يعني بالشكل اللي تريدوه، ماكو طريقة محددة. تلفون أول شي يمين، بعدين تحاولون يسار، بعدين فوق، بعدين جوا، لحد ما يصير الشكل اللي تريدوه. إذا تريدون فتحات كبيرة بمكانها ممكن تتوقفون عند هاي المرحلة. إذا تريدون لا الشغلة ثخينة وفراغات قليلة، استمروا لحد ما تصلون الشكل اللي تريدوه. أنا جربت أكثر من طريقة حتى أعرف الطريقة المثالية حتى أسويها، وصدق لقيتها وسويت أكثر من حجم، راح تشوفوها بالصور. دير بالكم تخلون الخيط يابس على النفاخة وبعدين تضيفون عليه الغرة، لأن هاي راح تخرب لكم الشغل كله، وراح يلزق الخيط أكثر بالنفاخة أكثر ما يلزق واحد بالثاني. ورا ما تخلصون علقوها بالشمس أو بالهواء برا خارج البيت، أفضل طريقة تستخدمون السشوار. علقوها فرد ساعة أو ساعتين، خصوصا بهالحر راح تبس بسرعة. هذا الحجم اللي سويته مثل ما قلت حطيت بيه نشرات، سويته نشرة. هذا الحجم الكبير استخدمت بيه نفاخات كبار، علقتها بالسقف. أو هاي هي، هذا الحدث هنا كمل الفيديو مالتنا. أتمنى تعجبكم الطريقة وتنفذوها. لا تنسون تسوون لايك واشتراك وكومنت وترسلون الفيديو لصديقاتكم.